وانا قريت يبدو تعليق الصحفيه اللي تخدم في الجزيره وتبرر بالطبيعه لانها قال لك مهما كان وضع مش تكون متمسكه باخلاقيات المهنه نتاع الحروب. يعني بالنسبه ليها مهنه الحروب الجيوش النظاميه ما يلزمش ترتكب تجاوزات لا اخلاقيه، وهي تعتبر انه سيلفي يعاملونه مجموعه من جنودنا وراهم جثث الارهابيين كارثه كبيره ما يرتكبوهاش في الجيوش المهنيه. ما نعرفش تقصد يا اما الجيش القطري حيث هي موجوده غاديكا ما عندوش تقاليد اعلاميه نتاع سلفيات من النوع هذايا، ولا الجيش الامريكي تاع كبرى الديمقراطيات اللي برشا صحفيين دربوهم في قاعده العديد اللي موجوده غير بعيده على قناه الجزيره في الدوحه، وعلموهم اخلاقيات التغطيه المهنيه باش يجيو يعلقوا على جيوش بلادهم مهما كانت اللي يعملوها. مهما كانت اللي يعملوه راهو اللعب مش في المضامين، في التايمينج مهم يغطي على المضمون. مهما اللي يعملوه نفترضوا اللي يعملوه غلط سيدي، نفترضوا اللي يعملوه انك تجي تكتب وتقول باي علفه يعطيوهم هذوما، معناها هذوما حيوانات الناس قاعده اللي تقاتل باش يحميوا عائلتك ويحميوا ابنائك ويحميوا دارك وارضك وعرضك، توصفهم على اساس انهم حيوانات وانهم ابقار باسم مهنيه تافهه فارغه. وانا من هنا نتحداكم انه تحكيوا على المهنيه على بعد القاعده العسكريه بتاع العديد اللي قصفت العراق واللي قصفت لبنان واللي تمول بصواريخ كروز كل البرجات الحربيه اللي تضرب فينا بالابرياء نتاعنا. انكم تحكيوا على الشيء هذايا الفارغ، بالتالي استكفوا برواحكم وعيشكم ماذا بيكم افواهكم تبقى مغلوقه، وما تحكيوش على خيره وانبل واطهر واشجع ناس اليوم احنا قاعدين قدام الكاميراوات وهما اللي ماسكين عزناد باش يدافعوا علينا ويدافعوا على عائلاتنا وابنائنا والارض هذه بتاع الاجداد.